السلام عليكم. بصوا بقى، دي خناقة كل سنة، وكل سنة لما نجيب كام ريشة في العيد الكبير كده عشان نشويهم لازم نتخانق الخناقة دي. هقول لكم عليها أثناء الفيديو علشان انتوا تحكموا بقى إذا كنت أنا اللي صح ولا هو. المهم إن أنا جبت كام ريشة كده حلوين، والريش دي ريش ضاني، وبنشفهم كده بمناديل المطبخ عشان أي بروتين نزل منها زيادة ولا حاجة يروح. بعد كده بقى جبتها وحطيتها على البلانشة. والشاكوش ده على فكرة هتلاقوه في أي حتة، لو مش موجود ممكن إيد هون تدقوها بس بسيط كده علشان خاطر الأنسجة بتاعتها تبقى طرية وكمان تبقى مستوية. وهعمل كده في الريش كلها. على فكرة يا جماعة ممكن كل فرد ياخد ريشتين، يعني مش شرط ان احنا نجيب كمية كبيرة علشان احنا يعني هنشوي ولا حاجة. بعد كده بقى هتبلها تتبيلة خفيفة جدا، ملح وفلفل مش اكتر من كده. والتتبيلة دي يا جماعة انا سمعتها من اكبر حاتي تقريبا في مصر، ان احنا مش بنتبل اللحمة اللي بنشويها او حتى الكفتة الا بملح وفلفل بس. انا جربتها وطلعت فعلا تحفة. والمفروض ان انا هشويها على طول، يعني ما تبلهاش واسيبها فتره زي اي حاجه بنعملها، وخصوصا في الفراخ والحاجات دي لا. انا هتبلها واحط عليها الملح والفلفل وعلى الشوايه على طول. ودي الشوايه بتاعتي القطقوطه الصغيره اللي وريتها لكم قبل كده في الفيديو، اللي ازاي كنت بولع الفحم بمنتهى السهوله من غير ما بهدل الدنيا، وكان بالزيت. لو لسه ما شفتوهوش يا ريت تشوفوه. هو كده ولع الفحم خلاص. وبعد كده حط بقى الشوايه الاستانلس دي على الفحم علشان تسخن قوي، واول ما سخنت قوي هيبدا بقى يرص الريش. والرصة دي يا جماعة خدوا بالكم منها كويس قوي، علشان هي دي الفن كله. هو بيرص واحدة عكس التانية علشان المكان يسع مش أكتر. وبعد كده راح قافل الشبكة وهوى عليها لما لقاش إن فيه هوا جامد، علشان خاطر الفحم ما يطفيش، عقبال بس ما يبدأ الدهن يسيح وهو بقى هيولع الفحم من نفسه ويشتغل. وبما إن أنا بقى بصور في البلكونة زي كل مرة هوريكم الزرع بتاعي. أنا زرعت جرجير اهو يا جماعة بقاله أسبوع، فرحانة بيه جدا، لسه ما كبرش يعني بس هيبقى جميل. وده النعناع والبقدونس والشبت والحاجات الجميلة اللي أنا دايما بزرعها، واللي مصرة إن انتوا تعملوا زيها إن شاء الله وتزرعوا في البلكونة وتملوها كلها خضرة. وكده بقى بعد ما عدى حوالي 5 6 دقايق بيقلبها على الناحية التانية، ما بيضطرش إن هو يفتح الشبكة ولا أي حاجة. هقول لكم إمتى هيفتح الشبكة ويغير الأماكن بتاعة الريش. ويقعد يقلبها كده حوالي مرتين 3 بين كل مرة والتانية حوالي 5 دقايق. بس هنا في تركة مهمة جدا، لو لقى ان الفحم طلع نار بيشيل خالص الشبكة دي لحد ما النار تطفي، وإلا اللحمة هتتحرق من غير ما تكون استوت. وهنا بقى هيقعد ينقل كده في الريش يمين وشمال، هيغير أماكنها عشان ساعات الفحم بيبقى شغال في مكان أكتر من مكان تاني. وهنا بقى هتبدأ الخناقة. أنا بقول إن كده كفاية قوي، واللحمة استوت والريش جميلة بقت ميديم رير، فبتبقى جوسي كده من جوه وطرية وحلوة. هو بقى عايزها ويل دان، يعني مستوية على الآخر. طبعا انتوا عارفين كلام مين اللي مشي في الآخر، زي بعضه. المهم بقى ابني حب إن هو يجود أكتر وقال لي حط يا ماما عسل نحل عليها في الآخر، اللحمة بالعسل بتبقى تحفة. رحت جايبة بقى معلقتين عسل نحل عليهم معلقة كمان من الصويا صوص وقلبته كويس قوي. وهقول لكم هنحطها امتى. ونسيت اقول لكم يا جماعه كمان على الدخان وريحه الشوي اللي مالت الشارع والشوارع اللي حوالينا كلها. الجيران كلهم عرفوا ان احنا النهارده شاويين. المهم ان هي كده خلاص بالنسبه له استوت وزي الفل. هنخش بقى المطبخ ونحط بقى العسل وصويا الصوص اللي احنا حطيناهم على بعض على وش اللحمه وهي لسه سخنه. لو كانوا قالوا لي زمان ان انت هتحطي عسل على اللحمه وهتاكلي لحمه بالعسل كنت قلت لهم انتوا اكيد بتهزروا. هو في حاجه اسمها كده؟ المهم ان احنا عملناها ادت لمعه حلوه قوي وتست كده جديد وغريب وحلو في نفس الوقت. واللحمه استوت فعلا وكانت جميله. يا رب تجربوها وتقولوا لي انهي درجه سوا بالظبط بتحبوها في اللحمه او في الريش. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات وكلنا ناخد اكبر حسنات ممكنه، وتشيروها بقى لكل حبايبكم. والف الف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.